السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بتكونوا بخير وبصحة جيدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يا جماعة بدي أسلط الضوء على المجاعة اللي صايرة بالتحديد في جنوب قطاع غزة. للأسف إنه قبل كانت المجاعة في قطاع غزة في الشمال، حاليا المجاعة صارت في الجنوب. يعني خلينا نحكي كيس الطحين وصل سعره أكتر من 300 دولار الكيس اللي وزنه 25 كيلو. وطبعا أسعار الطحين زي البورصة بيطلع وبنزل. طيب هاي شغلة، يعني خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض. شوفوا قديش الناس بتتعذب عشان تقدر انها تحصل على لقمة، عشان هذه اللقمة تخليهم على قيد الحياة. شوفوا قديش الناس انهانت. أهل غزة أهل كرامة، أهل كرم، أهل نخوة، أبطال. ولكن للأسف في الحرب هذه قدروا أنهم يجووهم، قدروا أنهم يشغلوا المواطن الغزي أنه ينام ويصحى يفكر كيف يدبر لقمة، يدبر أكل عشان يضلوا هو وأبنائه على قيد الحياة. خلينا بس نشوف هذا الفيديو وبعدين نكمل. زي ما انتوا شايفين كيف أهل غزة بتحارب عشان اللقمة. المصدر الوحيد صار لإطعام هؤلاء الناس التكيات. هنحكي بشكل موضح عن التكيات. التكيات هذه يا جماعة، يعني أنا بصراحة كنت مثلا على حسب الناس اللي تتبرع، وبارك الله فيهم، بارك الله بكل حدا بيساهم في المبادرات اللي أنا بسويها في غزة. ولكن التكيات هاي بتكون مسؤولة عليها ناس خارج غزة، طبيخ يوميا. يعني اللي ماسك المبادرة بتواصل مع حدا من برا، متبرعين، أنا بدي تساوي تكية، وكل يوم يكون في طبخ في المخيم اللي موجودة فيها هذه التكية. طبعا احنا عندنا مخيمات كتير وأعداد كتير. طبعا التكيات صعب انه كل الناس تاكل من التكيات. ليش؟ لانه في مخيمات مش موجود فيها تكيات، في مخيمات ما بوصلهمش الدعم فبيناموا بجوعهم، وفي مخيمات اللي موجود فيها التكيات ممكن الشخص او الطفل او الست او الراجل ياخد الحلة او الطنجرة بتاعته ويروح يصف دور من الفجر عشان يصحله وجبة اطعام غير مشبعة اصلا. وبالاخر من كتر الناس وضغط الضغط اللي على التكية بخلص الاكل وبروح هذا الشخص والطنجرة اللي معاه فاضية. تخيلوا كسرة الخاطر. يعني في ناس بترجع اقسم بالله بتعيط دموعها بعيونها، لانه الناس هاي في نساء بتستنى بدها تاكل، في اطفال بدهم ياكلوا، في من ذوي احتياجات الخاصة، كبار بالسن، كل هدول يعني بدهم ياكلوا. انتوا عارفين انه اهم اشي اللي بيخلينا على قيد الحياة الاكل والمي. فاللي بيوصل غزة نقطة في بحر. يعني هتقولوا لي المساعدات، بفوت مساعدات بس كم، يعني عدد محدود. في اليوم الطبيعي العادي الحرب كان يفوت بمعدل 500 شحنية، هذه للتجار بضايع. طب احنا في اليوم يدوب يفوت 3 شحنيات 4 شحنيات، قولوا يا عمي 30 شحنية في اليوم الواحد، وانا هيك مدل على الاخر. فتخيلوا انه في اليوم الواحد قبل الحرب غزة كانوا يدخلوا لها 500 شحنية. حاليا يدوب يدخلوا لها باليوم شحنيتين 3، وفي ايام المعبر بيكون مسكر كرم ابو سالم وبفوتش اشي لاهل غزة. فاهل غزة مشتهيين الاكل ومشتهيين اللحمة. خليني اعمل لكم مكالمة على اختي حامل، خليني يا رب ترد.
يعني كانت تحكي معي اليوم بتقول لي والله يا ريهام إلي فترة طويلة ما أكلتش اللحمة ولا الدجاج لأنه أسعارهم غالية كتير في السوق، ونادر لما يكون أصلا في السوق. تخيلوا الناس هاد بتنام وبتصحى وهي جعانة، أقصى أحلامها صار بس إنها توفر رغيف العيش أو رغيف الخبز بس. شو ارتكبوا أهل غزة عشان يصير فيهم هيك؟ هذا السؤال، أنا بس بدي أفهم شو ارتكبوا عشان أهلي وناسي يصير فيهم هيك. يعني انتوا امشوا، يعني لما أحكي مع والدي بقول لي أنا بكون ماشي في الشارع، هو بكون ماشي في الشارع وبيمشي من جنبه صاحبه منذ الطفولة وابن حارته، بعرفوش ولا ابن حارته بعرفه، بعد ما يعدي بقول انا هذا الشخص مر علي لما يعصر الذاكرة فبتذكر انه هو جاره اللي معاشره له 56 سنة ولا 60 سنة. الحرب غيرت ملامح ومعالم الناس في غزة، انا بعرفش كيف ده بالله، وان شاء الله يا رب ان شاء الله اشوفهم على خير، بس انه بعد الحرب انا عارفة انه ملامحهم اتغيرت لأهلي لكل الناس اللي انا بحبها. الله يفرجها يعني. خلينا نشوف برضو صور. يعني شوفوا أهل غزة مبادرين، أذكياء جدا، ما بنحب نستسلم للظروف القاسية لأنه إحنا تعودنا على هذه الظروف، بس الحرب هذه فعليا كانت يعني حرب إبادية. بس خلينا نشوف فيديو لشخص ابتكر طنجرة، لأنه إحنا لما الناس طلعت من بيوتها واتدمرت بيوتها طلعوا بطولهم، يعني يا دوب بس بالغيار اللي عليهم، زي ما أنا طلعت في الغيار بس اللي علي، ما خدش إشي من بيتي. بس شوفوا أهل غزة لأنه بيستخدموا معلبات كتير، فسأفكروا شو ممكن إنه نسوي إشي، يعني إشي نحاوله لإشي إحنا نستفيد منه. فتخيلوا ابتكارات أهل غزة، خلينا نشوف ابتكارات أهل غزة. طبعا الطنجرة اللي انتوا شايفينها أو الحلة اللي انتوا شايفينها، تخيلوا إنهم هم عملوها من علبة الصلصة الكبيرة أو أي نوع معلبات، بس بتكون حجم كبير شوي، فهو بيستخدم خشب بسيط، يعني خشب عادي تقريبا MDF هذا الخشب نوعه، وبعدين قص من المعلبات نفسها، قاعد بيساوي الايد بتاعت الطنجرة اللي هو بيساوي فيها. فتخيلوا الابتكار، عشان يروح على التكية ويحطوا له فيها اكل. اهل غزة رائعين والله العظيم رائعين، بس يصعب علي انه الناس صارت تنام جعانة، الناس صارت تصحى جعانة، الناس صارت تجاهد عشان مش الارض وبس، لا الناس بتجاهد عشان لقمة العيش، عشان يشربوا، عشان ياكلوا. لو بتلاحظوا طلعوا في الفيديوهات اهل غزة يعني كتير صاروا ضعاف، يعني كتير صاروا ضعاف. الوجه عندهم شاحب كتير صار، لون البشرة صارت يعني سمراء، يعني الجسم صار دبلان وضعيف. بعرف شو بدي احكي، بس يعني الوضع كتير سيء في غزة يا جماعة. واي حدا بقدر انه يساهم ويشارك معي في المبادرات اللي انا بعملها في غزة. وبدي احكي لكم شغلة، يعني انا مش كل المبادرات بطلع وبصور لكم اياها على اليوتيوب، لانه في شغلات يعني صعب انها تتصور، ولكن انا هذه الشغلات ببعتها بس للشخص اللي ساهم، بقول له تفضل شوف هاي المبلغ بتاعك وصل بالسلامة، واحنا سوينا كذا كذا كذا. وفي اشخاص خلاص يعني بيساهموا ويقولوا لي خلاص سوي اللي بدك اياه. فنرجع لقصة التكيات بتغطيش كل الناس. هلا الطحين، يعني هم بيحكوا حاليا انه في مساعدات فاتت او انه الطحين فات، بس قد ما بده يفوت مساعدات مش راح يغطي العدد المطلوب. فربنا يرحم اهل غزة وربنا يفرجها علينا جميعا يا رب. بتمنى ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتدعوا لأهلي وناسي
في غزة. وشكرا لكل حدا بيساهم معنا، وأي حدا حابب يساهم يا ريت تتواصل معي على الواتس. وما تنسوش يا جماعة تعملوا اشتراك للقناة. شكرا كتير لكم.